لو بتحبي الكبدة الجملي وعايزة فوايدها ليكِ ولولادِك ومش بتعرفي تعمليها، هتعرفي تعمليها بعد الفيديو ده، هتطلع معاكِ حلوة وطرية وزي العسل وزي الفل. تعالي نشوف عملتها إزاي. أول حاجة وأهم سر هو تقطيع الكبدة، لازم تتقطع رفيّع جدًا بحيث إن هي ما تبقاش بتشد معاكِ، وطبعًا الكبدة ما بتتغسلش. تاني حاجة هتحطي بقى السمنة بتاعتِك والّا الزيت زي ما أنتِ بتعملي، لازم يسخن كويس، وبعد كده ننزل بالكبدة تاخد صدمة. بصوا أنا فرشتها وسبتها ما قلبتهاش إلا لما خدت صدمة من أول وش. بعد كده هنحط عليها فلفل وكمون وكزبرة وهنقلب على الناحية التانية عشان تاخد صدمة. بس كده هنروح حاطين بقى التوم بتاعنا والملح وتقليبتين بالظبط ونقفل على كده. ما بتاخدش يا جماعة أكتر من 10 دقايق التقليبتين وخلاص. لو قعدت أكتر من كده لازم هتشد منك وهتبقى عاملة زي الكاوتش. جربيها بطريقتي وقولي رأيك في التعليقات، وقولوا لي لو في حد بيعملها بنفس طريقتي قولوا لي برضو في التعليقات، خلينا نشارك بعض. بصوا انا خدت حتة قطمتها، والله العظيم يا جماعة طرية جدا جدا. انا لما كنت بعملها زمان كانت فعلا بتشد مني عشان كنت بطول عليها على النار، بس من ساعة ما عملتها بالطريقة دي وبقت تطلع كده بجد بقيت اجيبها واستفيد من كل فوائدها. قولوا لي بقى في الكومنتات مين الشطورة اللي تعرف فوائد الكبدة الجملي ومين اللي بتحبها.